يلا علشان احفظ كلمات الانجليزي. ليدرشيب يعني قياده، تشيتنج يعني الغش، اتشيتر يعني غشاش، برود شيت يعني صحيفه كبيره. يبقى ليدرشيب يعني ايه؟ ايه ده انا نسيت. بتيجي تقول هبدأ أذاكر إنجليزي وداخل متحمس، وأول ما تفتح الكتاب وتبدأ تحفظ الكلمات تلاقي نفسك اتعقدت ومش عارف تحفظ أي كلمة. تعالى أنا جاي أطبطب عليك بالفيديو ده وأقولك من النهاردة أنت هتبقى فلوينت، يعني طليق في الإنجليزي. افتكر الكلمة دي كويس علشان في مفاجأة عليها في آخر الفيديو. وقبل ما نبدأ في الفيديو ما تنساش تصلي على النبي، ولو مش اشتركت في القناة تشترك، ويلا بينا. المشكلة عندك يا صديقي إنك بتحفظ الكلمة على إنها كلمة، مش بتاخدها بالمعنى. يعني إيه يا دكتور، أنت جاي تحل لينا المشكلة ولا تعقدها أكتر؟ هقولك لأ، أنا جاي أبسط لك الدنيا على الآخر. أول حاجة لازم تعملها يا صديقي إنك تحط الكلمة في سياق جملة. هنقول مثال، كلمة independent. هتقولي أيوة عارفها يا باشا، معناها مستقل. عارف يا صديقي إنك شاطر وعارفها، بس عمرك جربت تحفظها على إنها موقف ممكن تعيشه؟ إزاي يعني؟ بص، دي الطريقة اللي عاوزك تحفظ بيها بعد كده. بدل ما تقول independent يعني مستقل، لأ، هتقول financially independent يعني مستقل ماديا. انت كده ثبتت الكلمة في دماغك بطريقة عمرك ما هتنساها بعد كده، لانك ربطتها بموقف. ويا سلام بقى لو ربطت الجملة دي بحد انت تعرفه، يعني هتقول عم احمد جارنا financially independent يعني ليه حياته الخاصة ومستقل ماديا. كده اضمن لك 100% انها ثبتت في دماغك بطريقة مستحيل تتنسي تاني. بالطريقة دي انت حطيت الكلمة دي في الذاكرة طويلة المدى مش قصيرة المدى.